مديري أجنبي ووشه دايما بوكر فيس، ما بيظهرش أي إعجاب بشغلي وما بيحفزنيش وما بيقوليش حتى كلمة حلوة. الموضوع بقى محبط جدا. هل هو متحيز ضدي ولا ده طبيعي؟ مش دايما عدم التعبير والتشجيع معناه تحيز. في مدارس كتير في الإدارة وفي ناس عندها إن الشغل الكويس ده متوقع، مش هسقف لك عشان جيت الشغل. وناس تانية بتكون reserved و introverted، مش دايما مشاعرها قادرة تعبر عنها. فبدل ما تستنى إن هو يشجعك، ممكن تطلب منه فيدباك. حابب أعرف رأيك في شغلي؟ هل في حاجة ممكن أحسّنها؟ هل في حاجة كويسة أفضل أركّز عليها؟ رَد فعله هيوضّح لك كتير. خلّي بالك بالذات إن مديرك أجنبي، ممكن تكون ثقافته. إحنا العرب يعني warm، وبنحب نتكلّم ونعبّر ونشكر وتهادوا تحابوا وكده، بس مش شرط الأجنبي يبقى زيّك. فلازم تراعي اختلاف الثقافات. ولو في تحيُّز ضدك هيبان في القرارات، مش بس إن هو مش بيشجّعك. حاول تلاقي طُرق تانية تبني بيها علاقة مع مديرك، وشوف هو بيقدّر إيه وحاول تعمل أكتر منّه وadjust your expectations. في الآخر أهم حاجة إن يكون مديرك بيحترمك وبيراعيك، مش بيظلمك. قولوا لي إيه رأيكم في الpoker face، ولو عندكم أي أسئلة ابعتوها لنا هنجاوب عليها سوا. Let's Nova Minded.